واحد سب واحد في اوديو او لا سبو في ميساج بينه وبينه، شنو غنعتبروا هادي؟ هنا كنكونوا امام واحد السب اللي هو غير علني. لماذا؟ لان ما فيش واحد الركن ديال العلنيه، اي لم يتم امام واحد المراه ومسمع من العموم، بمعنى سب انحصر ما بين جوج الاشخاص. هذا سب غير علني معاقب عليه في اطار مقتضيات ديال قانون المنظم قضاء القرب بالغرامه، انه يعتبر كمخالفه. غرامه من 300 الى 700 درهم، غرامه مقرره للدوله كعقوبه. يمكن للمتضرر الشخص المشتكي يعني يتقدم على الحصول على تعويض في اطار المطالب المدنيه ديالو. الا كان هذا السب مقترن بالتهديد او الابتزاز، هنا كنتقلوا من السب الغير علني الى مساله اخرى اللي هي التهديد او الابتزاز مقابل الحصول على واحد مبالغ ماليه نظير عدم نشر مثلا واحد الاشياء اللي هي مشينه تمس بذلك الشخص. هذه فيها الحبس، عقوبه حبسيه ممكن ان تصل الى 3 سنوات اضافه للغرامه. وفي نفس الحاله يمكن كذلك للطرف المشتكي ان يتقدم بطلب الحصول على التعويض. اذا سبك شي واحد في الانترنت في شي كومونتير ولا في شي لايف او لا سبك في الشارع ولا في القهوه، هذا سب علني. لماذا؟ لانه سوفر فيه ركن العلنيه، اي انه سب تم امام المراه ومسمع ديال مجموعه من الاشخاص، سواء كان في الشارع العام او عن طريق وسائل او وسائط التواصل الاجتماعي.